اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وعلم الأولياء وعلمنا إلى من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يعرفون الذين يعلم الله ما في قلوبهم فيعلمون في أنفسهم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به آتيناهم من لدنا رحمة ويهديهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الفضل من الله وكفى بالله عليم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وإن لم يكن لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال فتنهم الله عليه لمكم معهم شهيدا وإن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينهم ثم أنبأوا جبرا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيلقى بالفساد وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا آمنا من هذه الآية الظاهرة وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ولو كنتم في بروج مشيدة وأن تصبوا حسنة يقولوا هذه من عند الله وأن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك وكل من عند الله فقال يا الله ما من آية تقول هذه أصابك من حسنة فمن الله ومن سيئة ومن نذك أننا للناس رسولا الرسول ويقولون دعتهم فإذا برزوا من عندك بيض طائفة منهم غير الذي تقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتخذوا الشيطان إلا وليا قاتل في سبيل الله لا
تكلف إلا نفسك وحرج المؤمنين عسى الله أن يكون بيت الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفر منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليطمئن إلى يوم القيامة قال المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وتريدون أن تتوب فضل الله ولن تجد له سبيلا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم عسر الصدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوا فلا يغادروا وأقام إليكم السلام فما جعل الله لكم عليه فتجدون آخرين يريدون أن يعملوكم ويعملوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وما قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان معه من عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان معه من بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك نعطم كان بما تعملون خبيرا الخالدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم المستضعفين من الرجال والنساء والرجال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك حتى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يجب وإذا
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وإذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو أنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا عندكم إن إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون ترجون إلى الله ما لا يرجون كان الله عليما حكيما أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين حسينا تفضيلا إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوارا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون على إطلاق وكان الله بما يأمرون خبيرا أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ومن يجادل الله عنه يوم القيامة عمن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يتبع يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسب على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فمن بهتانا وإثما مبينا إذا قل عليك ورحمته عمت طائفة منهم من يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب واضحا لك ولم تفعل وكان فضل الله عليك عظيما وإذا في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما ومن يجرد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يولي ما تولى ويصلي جهنم وساءت مصيرا إنما لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يدعون إلى إله ويدعون إلى شيطان بعيدا كان الله وقال لأستغفرن بعبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ شيطانا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا يعمل من الصالحات وهو مؤمن ذكر أو أنثى
وجهه لله وهو مسلم والتوى ملة إبراهيم وسأل الله إبراهيم خليلا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من بعدها نشوزا أو إرادا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل المال السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن يعلموا الله ويتقوا بين الله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله وليا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يريد ذهب الدنيا بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا الله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم كفروا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبغون عندهم العزة فإن أنزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا لم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستعوذ عليكم ولم نكن بأولين فلا يكون بينكم يوم القيامة إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة أولياء من دون المؤمنين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله والله كما المؤمنين أصحاب المؤمنين ما يحب الله الجهر بالسوء
يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد سألوا موسى أكبر من ذلك قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا في الجنة وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وإن من للكتاب إلا ليؤمنن به قبل الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات بالبر وغنوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل الكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمطيعين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وسليمان وآتينا داود زبورا لقد قصصنا عليكم ورسلا وكلم الله موسى تكليما مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم ولا تكفروا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألغاها إلى مريم روح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون لن يتعقب المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورا ويزيدهم من فضله وأما الذين استعجبوا وكفروا فيعذبهم أيها الناس قد جاءكم من ربكم عسى عليكم نورا مبينا
آمنوا بالله واعتصموا به فسيصلون إلى مسجد قل الله يفتيكم بالكهانة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إن لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم لا تهلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يلزمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنضيعة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يضر في مقتة غير متجاهل أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما أمسك عليكم واذكروا الله واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات ودواب الذين أوتوا الكتاب حل لكم ودوابكم حل لهم المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافرين متخذي أخدان وقيام بالإيمان فغنم تعملوا بالآخرة من يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد معكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بالماء يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولا يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وعدكم به واذكروا بالله عليكم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تجرموا وأن تواصوا لا إله إلا بالله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم وأيديهم وقوة الله
بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على ما يأتينا قليلا منهم فإن الله يحب المتقين. ومن الذين قالوا إنا نسأل أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وقضينا بالقرآن ما كانوا يفعلون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير وجاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه إلى صراط مستقيم. ألم يكن الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويهدي من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم فلا تهلكوا ولا تهلكوا وتنقلبوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا هذا رجلان من الذين يخافون يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأملك بيننا وبينهم الفاصلين فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيمون في الأرض حتى القوم الفاسقين وعليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر لأتقبلنك عليك ما يتقبل الله من المتقين. رددت إلي آيتك لتقتلني وأنا بقاتل يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يريد أن تبوء بإذني وإذني وتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. وأصلح نفسه والتأمين وتلهم أصحاب الخاسرين. غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون لأجل ذلك
كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءت رسلنا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم جميعا ومثله معه ليفتدوا به عذاب يوم القيامة ما توفي منه ولا عذاب أليم أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها عذاب مهين والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بما كسبا نكالا من الله ومن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون بالكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يعرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله يطهرهم لهم في الدنيا للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم وكيف يحكمونك وعندهم التوريد فيها يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ما تخشوا الناس وتشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يكن بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وما تصدق فيها كفارة له ولم يكن بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة ويحكم على الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم بما آتاكم فاستبقوا الخيرات يبلوكم جميعا ويربكم بما كنتم به تختلفون واحكم بينهم بما أنزل الله ولا
تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فأنت والله آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولى منكم فإنه إن الله لا يهدي القوم الظالمين في قلوبهم يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وقلب عليه وجعل منه قردة يسارعون في الإثم والعدوان ولا ينههم الربانيون والأبرار عن قولهم الإثم وأكيد استهزأ بما كانوا يصنعون فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم
الذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا لما جاء ولا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم إن الله والمسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه يؤمن بالله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان طعام اليتيم ثم لا يذكرون فمعبود الله لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء الذين كفروا من بني إسرائيل كثير منهم يتولون الذين كفروا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه لتجدن أشد الناس عذابة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا قالوا إنا نصارى الذين قالوا إنا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق أصابهم الله بما قالوا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تبتوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحلوا أيمانكم ذلك خير لكم آياته لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار
عليكم العداوة والبغضاء في الخمر يا رسول اجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ضيموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم والمعروف يعلم الله من يخاف بغير فمن تتابع يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وإن لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم والشرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن لا يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم أن الله شديد الرسول لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وأن تسألوا أجعل الله من بينة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يسألون وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلى سبيل الله الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تعبدونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم عن الشريك يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيصبان ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ابن مريم لكل نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كآيات الطير بإذني
فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم هذا إلا وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك إني منزلها عليكم فمن يكفر منكم فإني منزلها وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد استغفرت في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ولما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد تقدم فإنك برحمتك فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه وعن ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن ملك قدير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الذي يخلق بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من دين والله بالسماوات بآية مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار يجري ما لنا مدرا بما جنى من بطيقنا ونزلنا عليك كتابا في قرطاس ولبسوا بأيدينا على الذين كفروا لا إلا بالرسل قالوا لولا ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة يتخذ أيام فاطر السماوات والأرض فهو يطعم يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لتشهدون أن مع الله الذي
آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين أشركوا لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذ يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون وينهون عنه يشركون إلا أنفسهم ما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين لهم ما كانوا يقولون ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا وقدر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا الحياة الدنيا إلا لهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يبدلونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون كذبت رسل من ربك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولم نبدل كلمات الله ولا جاءك من نبأ المرسلين عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتي بآية يستجيب الذين يقولون لا يعصم الله ثم يجرون وقالوا لولا نزل عليه آية وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا الذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا وما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ورأيتم من أغلى الله طمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم فالله خير ما يهديكم أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين الله أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك الذين يخافون أن يحشروا إلى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما ليس
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليغوروا أوراق فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمته وإني نريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله وإني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تبتدرون به ما تنتجون الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تصرف من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يأتي وآيات إلا في كتاب الذين توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم والطائر فوق عبادي ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت وتدرون وما يفلتون فردوا إلى الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن نكون من الجاهلين قل الله ينجيكم وقادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيب بعضهم بعد بعض كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون فكذب به ربك وأقول سعيد بمكين كل يوم مسر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإذا يرجعنك جئنا بما يتوسل فيه مع من تعرف على الذين يتقون في ذلك ولكن إليهم يتقون الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي وشفيع وأن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يسوع والأرض بالحق قوله الحق وله الملك يوم كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض يكون المؤمنين فلما جن عليه الليل ذهب كما ربي قال أمر باسغا قال يا ربي فلما ولما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا فلما أفاق يا قوم إني بريء مما تشركون وجهت وجهي للذي خلق السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين حجه قومه قال تحاجوني بالله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي وكان في كل شيء ملكا تتذكرون
أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأنبياء والرسل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المسلمين الذي جاء غير وليد وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ذلك هدى الله يهدي به من يشاء أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكن بهؤلاء فليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ لا أشهد وليا وإلا ذكر العالمين ومن قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدون ويخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وإلهكم قدر في ربه يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة من قرئ ومن حوله يؤمنون بالآية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم لا برهان على وجوههم وأعطاكم تقولون على الله والحق وكنتم عن آياته تستكبرون أتيتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما لنا معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء حتى أتى بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله خالق الحق والباطل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الله فأنى تؤفكون وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه في ذلكم آيات وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له ذلكم الله ربكم لا إله إلا لا تدركون أبصارهم وجعلكم بصائر من ربكم لا إله
يسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة أعمالهم بين ربهم الجنة وينبئهم بما كانوا يعملون بالله جد أيمانهم لئن جاءتهم آية يؤمنون بها وإنما الآيات عند الله وإنما إذا جاء لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأنزلنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وعشرنا عليهم كل ما كان يؤمن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض وغير لا يستطيع كما هو والذي أنزل إليكم الكتاب مفسرا والذي آتيناه تمت كلمات مما ذكر اسم الله عليه وقد فسر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وذروا ظاهر الإثم وبادره ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الجنة ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النار وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسبح في السماء لا إله إلا الله الذي لا يؤمنون صراط ربك مستقيما يذكرون لهم دار السلام يوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلنا وكذلك يا بشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا لم يكن ربك وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف بعدكم ولا قوم بروا على مكانتكم إني عامل وجعلوا لله مما ذرى من الحرث
الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائنا المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوا وليغلظوا عليهم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها لا يذكرون فقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا محرم على أزواجنا وإن يكن ميتة من الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وعرضوا الذي ينشأ جنات مروجات وغير مروجات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن نصر ممن افترى على كلمة ليضل الناس بغير علم لا يدرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على ظالم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوعا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وعلى الذين آتوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك الذين من قبلنا كذبوا فاستمعوا الذين شهدوا أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع الذين كذبوا قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
حيلتهم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبآيات الله يقول ذلكم واتقوا لعلكم تذكرون. إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم واتقوا لعلكم تتقون. فآتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفسير كل شيء ورحمة لربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه وأنزلناه واتقوا لعلكم وأنه إنما لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وكذب على سبيل الذين يكذبون على آياتنا إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها أن تكون فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها هداني ربي إلى صراط مستقيم وإلى إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صراط المستقيم غير معصي رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل غير الله يبغي ربا ورب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر والذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك قدير وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك لا يكن في ذلك حرج منه لتنذر به ولينذر المؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وما تتبعوا من دونه قليلا ما تذكرون. من قرية وما كان دعواهم ولنذرن الذين ولنذرن المرسلين ولنقصن عليهم من الوزن يومئذ الحق ومن غفت موازينه فأولئك الذين خسروا بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ما تذكرون. ولقد صرفناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ألا تسجد لربك ولا يجب ولا سيدنا ولا تمني على فضلنا وما يكون لك أن تتكبر فيها قول إنك من الساجدين إلى يوم الدعاء إنك من المنذرين. قال فبما أويتني لأقعدن صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أثرهم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وما نهاكما ربكما
لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم نكن أجل لكما إنك لكما يواري سواتكم أنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه لكم قالوا وجدنا عليها آباءنا ربي بالضد وعظيموا وجوهكم عند كل مسجد والرسول إلى الدين كما بدأكم فريقا لدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم الضالين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الذين آمنوا بآياتنا إنما علم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي ولكل أمة أجل يا بني آدم إما يأتينكم رسول يقصون عليكم آياتي فمن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا ممن اتبع الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا ولا يصلون فاتحة إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ونزعنا ما في صدورهم من غل أن تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءنا ربنا بالحق أصاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأنزل بينهم الرحمة الذين يصدون عن سبيل الله وبينهما حجاب وعلى الأعناق رجال يعرفون كلا بسيماهم
أن أفيضوا علينا من الماء مما رزقكم الله خير إنما حرمه على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ولقد هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد ونعمل غير الذي كنا نعمل ونصبر عما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره لكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها واذكروا ربكم والذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أغلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء لعلكم تتقون الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي أخرج إلا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إلا غير إلا أخبرهم على يوم الدين يا قوم إنا لنراك في ضلال مبين الذي خلق وإني رسول من رب العالمين برهانات ربي عنكم وعجبت من جاءكم ذكر من ربكم فكذبوا فأنجيناه والذين معه بالفلك الذين كذبوا به فكذبوه فأنجيناه والذين معه بالفلك الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك وإنا لنظنك من الكاذبين يا قوم ليس بي شفاعة ولكني رسول من رب العالمين قال ربي وأنا لكم ناصر أمين وعجبت من جاءكم ذكر من ربكم على رجل معكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وجعلكم في خليفة قالوا أجدنا لنعبد الله وحده قال أبلغ عليكم من ربكم رجس وغضب تجادلونني في أسماء سميتموها أنتم آباؤكم والذين معه برحمة منا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من دون الله الذين استغفروا من قومه للذين صدقوا لمن آمن منهم قال الذين صبروا إنا بالذي آمنوا به كافرون والناقة
عجلتم عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت مرسلين فأخذتهم الرجفة فأتوا في دار جاثمين فتولى عنهم وقال من لقد أبلغتكم رسالة ربي وحسبت لكم منافع تحبون المعاصي قال لقومه أتأتون الفاحشة ما بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال جهنم دون النساء وأنتم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا وأخرجوا من حيث الناس يتطهرون وأنزلنا عليهم رحمة كيف كان عاقبة المجرمين فيامتنا قوم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض فبيضاء ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين لا تغدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا وتقولون وإلى قد تركوا مظلوما المسلمين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة منهم وأتاكم الله قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك لتموتن في ملتنا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله قال الملأ الذين الذين كذبوا شعيبا لم كتب الله عنهم ولا يروا من لقد بلغتكم رسالات ربي ونزلت لكم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى قالوا أما الصحابة ولو أن الذين آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم درجات من السماء من أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء تلك نقص عليك نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا وجعلنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على
موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في أرضكم ويغفر كيف تعملون ولقد أخذنا فرعون إني أعتبرك منازل لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا لنا ربك بما عهد عندك لا تمنعن رجلك بأنك ولنرجعن معك فريقا فلما كشفنا عنهم الرجل فانتقمنا منهم فأغرقناهم باليم بأنهم كذبوا كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وتمت ما كان يصنع فرعون وما كانوا يعملون إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فرعون يصومونكم سوء العذاب ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه جعله للجبل جعله موعظة وتفصيلا لكل شيء فقلنا بقوة والرحمة يأخذوا بأسرها توريكم واصف آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا الذين كذبوا بآياتنا ولقائنا من حليهم عجلا جسدا دلوه
في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ولما رجع موسى لميقاتنا إلى قومه قد بان آسفا قال يا بئس ما غلبتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألغى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال بل أمة إن القوم ظلموني وكادوا يقتلونني فأعطني بيدها وأذنني رب اغفر لي ولأخي الذين اتخذوا العجل فيعملوا غضب من ربهم كذلك نجزي المفترين الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا فلما سكت عن موسى الغضب ورحمة للذين وقال موسى لقومه صار موسى رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وأنت ولينا فاغفر لنا واتنا بهذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا عدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء الذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا واتبعوا النور الذي أنزل أولئك هم المفلحون يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت وقد على مثنتي عشرة أصبادا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم وقيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم اهدتوا وادخلوا الباب فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم من السماء مثل عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم يسجدون أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ما ذكروا به عجل الذين ينهون عن السوء الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفعلون فلما أتوا
تولوا عما ربك لبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوم ومتعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض يقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الله يقول على الله إلا الحق يسوع فيه والدار الآخرة غير والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين